السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا وصفة صبيعات العروسة، وصفة تقليدية، وصفة سهلة بسيطة ومحبوبة أيضا لبنتها. نبدأ بسم الله على بركة الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بالمقادير. عندنا مقاديرها بسيطة: حبة بيض، كأس شاي سكر، كأس شاي سكر ناقص أصبع، كأس شاي حليب، وكأس شاي زيت. ومن الأفضل الزيت أيضا نقصولها لأنها راح تستقلى، نقصولها أصبع، يعني كأس إلى أصبع. حلوة سهلة، قبل الفطور فقط تقدري توجديها مع الحليب، راه يطيب نتا راكي توجدي فيها توجد والبنة رائعة. ضيفي لها زيت الليمون، تجمع طراب الليمون تخرج روعة، أو البرتقال. ممكن مكان الحليب توضع البرتقال، عصير برتقال أيضا، ومبشور برتقال مع مبشور الليمون، الذوق يكون رائع لما تمزجوا الذوقين تاع البرتقال والليمون. أنا في هذه الحالة وضعت عطر الليمون ومبشور الليمون، نخلطهم جيدا، ثم نضيف النواشف اللي هي فرينة وخميرة حلويات، نوضع ملعقة صغيرة. ما نسوش أكيد قرصة الملح اللي دايما غير قرصة فقط بين الأصبعين، قرصة صغيرة فقط. نخلطها حتى تحصل على عجينة طرية، ما تكونش يابسة، وتكون طرية شوية. قوام يساعدنا على التشكيل، تكون طرية ونقدروا نشكلوها. نضيف الفرينة بالتدريج باش ما تغلبكمش، ثم نشكلها. إذا هذا هو القوام المطلوب. ناخذ صينية نرشها بالفرينة ونشكل كامل العجين تاعنا، ثم نروح نقليه. وبالنسبة لطريقة الطهي تكون على نار أقل قليلا من المتوسطة، مع زيت، ماشي شرط تكون غزيرة، ماشي شرط تغطيها لنا مليح، تكون ناقصة شوية عادي، تنجح الوصفة بإذن الله. دوك تشوفوا معايا في المقلة كيفاش تكون. نكمل تشكيل. يعجبني شكل الأساور أيضا، ممكن نوضعوا شكل أصابع والأساور، راح يكون شكلهم جميل. لاحظوا إذا في المقلة ما تكونش مغطية مليح، والتشقق دليل نجاح الوصفة. حتى تأخذ اللون الذهبي، ما نزربوهاش في الطياب باش تطيب لنا لداخل. والزيت دايما نخلوها حتى تسخن باش نوضع الحلوى تاعنا، نخلوها تحمر من كامل الجوانب، ثم نوضعوها في نقطروها في كسكاس. بالنسبة للتزيين تفننوا كما تحبوا، بالعسل راح يجيكم ذوق، بالشوكولاتة ذوق آخر، بالسكر ناعم ذوق آخر، راح تجيكم أذواق مختلفة وهي بنفس العجين. نتمنى تجربوها وتنجحوا فيها، وإلى اللقاء في فرصة أخرى إن شاء الله.